يلا انتوا ايه صوروا معاهم كاميرا. انا زي اي ام مضغوطه ما بين سناك بتاع تمارين وكمان لانش بوكس البنات، علشان كده دايما بدور على بدائل تكون سهله قوي وفي نفس الوقت تكون هيلثي ليهم. واخترت المره دي اللي هي البطاطس والبتنجان الجاهز بتاع بسمة بايتس، كان عاملينه لسه جديد وقلت اجربه معاكم. وده كان شكله من جوه. بصراحه انا ما كنتش متشجعه خالص للبتنجان لان تجربتي معاه في القليه ان هو بيجلد وبيكون سيء قوي، بس قلت يلا نجرب مش هنخسر حاجه. حطيت البطاطس وحطيت زياده امان بقى شويه زيت كده على البتنجان عشان خايفه منه، وحطيته على القلاية لمدة ربع ساعة على 180. ده كان شكله بعد ما خلص. انتوا شايفين الحلاوة؟ بجد شكله تيستي قوي، ولو تيجوا بقى تشموا كمان الريحة معايا، فعلا الريحة حلوة قوي. بصوا بقى ده شكله بعد ما طلع، وانا حقيقي متحمسه، وخصوصا بقى البطاطس، يعني انا بصراحه تجربتي مع البتنجان في القلايه مش بتبقى قد كده، وبحس ان هو بينشف قوي، لكن البطاطس انا فعلا متحمسه. امم حلوه فعلا زي ما توقعت. بصوا هي من جوه بيوري كده، بطاطس مهروسه، من بره كراست، فعلا جامده. تعالوا بقى نجرب البتنجان. انتوا متخيلين هو طلع اجمل من البطاطس اصلا؟ بصوا من جوه طري جدا وسوفت، حتى لما عملته في القلايه ما نشفش ولا اي حاجه، ومن بره كراست مظبوطه جدا. بجد لو انا هدي للبطاطس مثلا 7/10 او 8/10، فانا هدي للبتنجان 9/10، لانه فعلا ما خربش لاول مره احطه في القلايه ويطلع جامد كده.